السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كوكين سوكا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال طيبه يا ربي. في اطار شهوة العيد الاضحى غادي نشارك معكم هذه المقيله اللي ضروري عندنا كنديروها نهار ثاني عيد. كتجي لذيذه بزاف بالكلاوي والفولات تاع الحولي. كتجي مقيله يا سلام، لذيذه وسهله دغيا كتوجد. غادي ننتقلوا للطريقه والمقادير. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي تزول القشره هذه الفوقانيه، راه كتزول بسهوله بالنسبه للمبتدئات. هانتوما هي بيديا طيبه كتزول صافي. وغادي نقسمهم على جوج وكنقطعهم طريفات يكونوا باينين شي شويه، ما يكونوش صغار بزاف. على هذا الشكل كنقطعها على جوج بحال هكا، وعاد كنقطع داك النصوص عاوتاني على جوج اولا على ثلاثه. بالنسبه للفولات انا عندي وحده غادي نزول لها هاد القشره حتى هي هكا، كندبحها هكا بالموس من الفوق. دغيا دغيا بسهوله كتزول. كندير صبعاني هكا في داك الجلده وكنخرجها دغيا دغيا كتزول صافي. وغادي نقطعها حتى هي يكونوا طريفات شويه كبار ويكونوا باينين، حيت هي كتهبى دغيا دغيا كتذوب. كنقطعوها طريفات كبار باش كيبقاو باينين على هذا الشكل. من بعد فاش قطعتهم غادي نديرهم فوق العافيه. العافيه تكون شويه مجهده. كيبقاو يطلقوا الماء على هذا الشكل. غادي نزيد معلقه تكون متوسطه ديال الزبده، حيت عندي انا كميه هي قليله ما عنديش بزاف. وغادي ندير شويه ديال الملحه، وغادي نبقى نخلط حتى كتذوب داك الزبده معاهم. وكنخليهم يتشحروا حتى كيبداو يشربوا داك الماء اللي طلقوا في الاول. عاد من بعد كنزيدهم العطريه. كنبقى مره كنحركهم حتى كيشربوا داك الماء كامل وكيتشحروا لينا مزيان. هي راه كتاخذ شويه د الوقت، كيتعطلوا شويه على ما كيشربوا داك الماء، واخا كتكون العافيه مجهده. صافي غادي نخليهم حتى كيشربوا داك الماء كما قلت لكم، وعاد غادي نزيدوا العطريه. من بعد فاش كينشفوا ليا من الماء غادي نزيد هنايا معلقه ديال الزبده، ما تكونش عامره عاوتاني بزاف. وغادي ندير عليهم شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار، وكنخلط على ما كذوب داك الزبده وكيشرب لي داك العطريه، داك الكمون والابزار. من بعد فاش كتشحر المقيله ديالي على هذا الشكل كنقدمها. الا كانت عندي كميه بزاف يمكن لكم نتوما تقدموها على هذا الشكل، راه كتجي لذيذه بزاف. ولكن انا عندي دابا كميه هي قليله، غادي نقسم الكميه اللي عندي على جوج وغادي نزكيها هكا بالبيض. غادي ندير البيض على الكميه اللي خليت في المقله، وعاد كنزيد الكميه اللي نقصت من الفوق. كنحاول نقادد المقيل باش كيجيو الطريفات على في البلايص كاملين. كنزيد داك
الكميه اللي نقصت في الاول هكا على هذا الشكل بحال هكا، وكنغطي المقله وكنخليها طيب. من بعد فاش طاب البيض غادي نقدم هاد المقيله على هاد الشكل. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، راه كتجي لذيذه بزاف، وكما شفتوا ما فيهاش المكونات بزاف ولا العطريه بزاف، كتجي لذيذه بزاف وساهله. كنتمنى الوصفه ديال هاد النهار تعجبكم، وكنتمنى تخليو ليا تعاليق كي جاتكم الوصفه، ودعموني بلي لايك، واللي مازال ما اشترك في قناتي يشترك باش يوصلو كل جديد. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. سلامه.